كفاية مشاكل مع VLOOKUP. لو بتشتغل على تقارير ديناميكية لازم تعرف السر ده: قوة دالتي إندكس وماتش. في الدقائق الجاية هوريك ليه هم أفضل وأكتر مرونة من أي دالة بحث تانية. يلا بينا نشوف السيناريو ده. بص يا سيدي، عندي جدول بسيط من A2 لحد C6. العمود A فيه الأكواد، العمود B فيه أسماء المنتجات، العمود C الأسعار. وعندي هنا في E2 بكتب كود المنتج، وفي F2 عايز الإكسل يجيب لي فيها السعر تلقائي. دلوقتي أقف في الخلية F2 واكتب يساوي إندكس. هنضغط دبل كليك على اسم الدالة. بعد كده هنيجي نضغط على زر FX اللي موجود جنب شريط الصيغة. هتفتح معانا نافذة فيها اختيارين. هضغط على أول اختيار واضغط OK. هتفتح نافذة اسمها Function Arguments. أول خانة Array. هنحدد عمود الأسعار من C2 لحد C6 وبعدين نضغط F4 علشان نثبت النطاق على طول. نروح بقى على الخانة التانية Row Num، ودي اللي هنكتب فيها دالة ماتش عشان نجيب رقم الصف اللي فيه الكود. نبدأ بكتابة دالة ماتش ونفتح قوس. أولاً نحدد الخلية E2 وهي قيمة البحث، يعني الكود اللي بندور عليه، ثم نضع فاصلة منقوطة. ثانياً نحدد نطاق الأكواد كله، وده هو نطاق البحث أو lookup array، وندوس F4 علشان نثبت النطاق على طول، ثم نضع فاصلة منقوطة. ثالثاً نكتب صفر وهي نوع المطابقة، ونستخدم الصفر علشان نضمن مطابقة تامة ودقيقة للكود. وبعد كده نقفل القوس. الخانة الثالثة كولوم نم هنسيبها فاضية لأن عندنا عمود واحد بس بنسحب منه السعر. دلوقتي اضغط OK وشوف النتيجة. الإكسل جاب السعر اللي بيطابق الكود اللي كتبناه في E2، ولو غيرت الكود النتيجة هتتغير أوتوماتيك في F2. وده بقى جمال إندكس وماتش. زي ما شفت هي مرنة دقيقة وسريعة جدا، ومش بتتأثر لو غيرت ترتيب الأعمدة زي VLOOKUP. باختصار، إندكس وماتش يساوي مرونة، دقة واحترافية لا غنى عنها. لو الفيديو عجبك وحسيت إن المعلومة فرقت معاك، اعمل لايك دلوقتي واشترك في القناة علشان توصلك الشروحات الجديدة فوراً. كمان اكتب لي في الكومنت ايه الدالة اللي نفسك اشرحها المرة الجاية. أنا عبد الله شرارة، وده كان شرح النهاردة من قناة أب شيت. خليك دايماً أب تو ديت مع إكسل.